السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة هوات إلينا. كما راكم تلاحظوا اليوم جبت لكم وصفة رائعة، يعني راهي مشهورة الآن في مواقع التواصل الاجتماعي. جينواز بطريقة جديدة مبتكرة حديثا. إذا البنات كما راكم تلاحظوا هذه الوصفة فيها كريمة بذوق الليمون وتزيين كما راكم تشوفوا بسيط جدا بمكونات بسيطة أيضا ومتوفرة في كل بيت. إذا فرجة ممتعة. قبل ما نبداو البنات ما تنسوش ديروا لايك مع الاشتراك اللي راهم أول مرة يشوفوا في القناة، مع تعليق تعلقوا فيه تشجعوني نواصل في الفيديوهات و حتى فيديوهاتي يوصلوا لي أكبر عدد ممكن من المشاهدين. إذا بسم الله كما راكم تلاحظوا البنات، درت 3 بيضات كاملة مع كاس سكر، وضربت بالباتور حتى حتى أبيض الخليط. أضفت كاس حليب دافئ، شوية دافئ ماشي بارد أو بدرجة حرارة الغرفة، وراني نخلط جميع المكونات مع بعض كما راكم تلاحظون. يعني تبعوا فقط الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا الوصفة وتنجحوا في إعدادها. إذا أضفت كاس زيت مباشرة، يعني ماشي تدريجيا، ضفته على ضربة. وراني نقشر حبة ليمون، قشور حبة ليمون. البنات كما قلت لكم هذه الوصفة بذوق الليمون، نكهة الليمون المنعشة في هذا الشتاء. على بالكم في هذا البرد نحتاج فقط لحاجة منعش وما كاش أفضل من الليمون. إذا أضفت 2 كيس فارينة مع خميرة كيميائية، كيس واحد يعني كامل 10 غرامات خميرة كيميائية. خلطت المكونات جيدا، والفور تاعي راهو ساخن ديجا على درجة حرارة 180 درجة. وراني درت بابي كويسون في البلاطو، وراح نديرها في الفوق حوالي 15 دقيقة. يعني تشوفيها إذا طبت من التحت وديري لها كوردون في الداخل من الفوق، إذا خرج ناشف معناتها طابت لاجينواز تاعك. سهلة جدا، وصفة سهلة جدا، أي مبتدئة تقدر ديرها. إذا البنات هنا راح نديرها بكريمة الليمون. درت لتر حليب وكأس عصير ليمون، نصف كاس ربع كاس عفوا سكر كما تشوفون. هذا هو الكاس راني نكيل به. و مايزينا حوالي 7 ملاعق. ندت 3 ملاعق مايزينا، والباقي كملته كامل فارينة كما راكم تلاحظوا. يمكن نديروها كامل مايزينا ويمكن نديروها كامل فارينة. إذا البنات بعد ما كملت الفارينة، ملاعق الفارينة، راني نخلط بارد في بارد البنات. حذاري ديروه في الفرن لأنه راح يخرجوا لك حبيبات وما راحش تذوب لك هذيك الفارينة أو المايزينا. إذا بارد في بارد خلطي جميع المكونات حتى تذوب لك الفارينة. بعدها ديري فوق الفرن وتحركي باستمرار. لاحظي بعد ما كملت وثقلت الكريمة البنات، ملاحظة أن هنا كريمتي خفيفة جدا، ما خليتهاش تثقل. انتي اللي حبيتيها ثقيلة أضيفي حوالي ملعقتين أخرى المايزينا. إذا درتيها بالمايزينا تكفي، لكن إذا درتيها بالفارينة أضيفي حوالي ملعقتين. خليها تبرد، غطيها ببابي سيلوفان، وخلي هذاك البلاستيك يلامس سطح الكريمة باش ما يخرجولكش هذوك الحب، باش ما تديرلكش القشرة من الفوق. بعدها البنات انا كان بقات لي كريمة الزبدة، كنت درت حلوى نوع من الجاتو بكريمة الزبدة. بعدها خلطت هذه الكريمة بكريمة الزبدة، جات ولا أروع كما يقول الشيف فارس. إذا البنات بعد ما خليت الكريمة تاعي تبرد، أنا راح حكمت كاس
المول تاعي، ان الدوائر اللي حبيتهم بهذا القطر. اذا حكمت كاس وقطعت لاجينواز تاعي دوائر دوائر. شوفي كيفاش راهي تحصلي على هذه الدوائر السهلة والجميلة، يعني تنحيهم كامل، تحطيهم في سنيوة. بعدها لي شوت هذو اللي بقاو راح نحطهم في الربوة والأشواء و آه، نديرهم بهذه الطريقة، يعني نسحقوهم في التزيين. إذا كما قلت لكم البنات بقات لي كريمة الزبدة ما راحش نرميها، اذا جاتني فكره قلت راح نخلطها مع هذه الكريمه تاع الليمون، جات رائعه، ذوق ولا اروع. خلطت المكونات بالباتور دائما باش تسهل لي العمليه. بعدها حكمت لابوشيت. البنات راح نقول لكم علاه انا درت كريمه تاعي خفيفه، لان لاجينواز كما تعرفوا كامل لازم نشربوها بالسيرو. انا ما شربتش لاجينواز تاعي بسيرو، ما حبيتهاش تشرب، لان افضل العائله تاعي ما يحبوهاش مشمخه بزاف. اذا كيفاش درت الكريمه سائله قليلا باش تشربها العجينه، باش تشربها لاباط تاعي وتتشمخ لي شويه. لو درت لها السيرو راح تشمخ، ونزيد الكريمه يعني حسب ذوق الافراد العائله، كل وحده كيفاش عاملين افراد عائلتها. انا افراد عائلتي ما تحبش بزاف السيرو، اذا درت الكريمه خفيفه هكذا باش لاباط ولا الكاطو لاجينوز راح تشرب لي شويه هذيك الكريمه وراح ما تكونش ناشفه. اذا كما راكم تلاحظوا، اذا حبيتوها انتم تكون العجينه وعفوا الكريمه ثقيله، ثقلوها شويه، زيدوا لها مغارف تاع ماء زيده وتجيك شويه شابه كي تحطيها في لابوش عدول، يعني كل واحد حسب افراد عائلته. بعدها البنات تجي مرحله التزيين. تزيين في هذوك اللي شوت اللي رشيتهم في الاشواق، يعني تزيين بسيط ولكن الذوق ما شاء الله، لان الذوق الليمون. ها هو البنات، ها هي لاجينواز تاعي في طبق التقديم. ان شاء الله تكون خفيفة عليكم، على ظريفة خفيفة وسهلة وتعجبكم، ونتمنى تجربوها وتحطوا لي في التعليق رأيكم ورأيكم إن شاء الله. إذا البنات نخليكم ونقول لكم ما تنسوش ديروا لي لايك والاشتراك، وشهدكم في الجنة. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.